السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في فيديو، يعني عزومه بسيطه كده كانت عندي، وقلت ما اعمل لكم شويه حاجات كده وشويه افكار. وفي حاجات جربتها وطلعت حلوه، وفي حاجات جربتها وطلعت ما يعلم بها الا ربنا. المهم، اول حاجه عملت لهم صينيه مكرونه بالبشاميل كده محترمه. عصقت اللحمه وسلقت المكرونه عادي خالص. وكده كنت بقطع فلفل وبطاطس وتوم كده، بحب احطهم على اللحمه، بيدولها طعم حلو قوي. في ناس بتحب تعصج اللحمه كده من غير اي حاجه عليها خالص، وفي ناس بتحط عليها فلفل بس. انا لا، بحب احط عليها فلفل وبصل وتوم كمان، وبحط عليها طماطم كمان. كل واحد بقى وطريقته، بس دي بصراحه بحسها اطعم طريقه في اللحمه المفرومه. بس بقى ساعات بعمل ايه؟ ساعات بعصج اللحمة، يعني اديلها تشويحة كده الاول، وبعد كده انزل عليها بالخضار بتاعي. وساعات اشوح الخضار وبعدين انزل عليه باللحمة. وعلى فكرة ده طعم وده طعم تاني خالص. بس قلت كل شوية يعني نغير كده يعني. وبعدين اللحمة عندي كانت متجمدة اصلا في الفريزر، فكنت عايزاها تفك، فعشان كده حطيتها كمان تتشوح الاول. ده السبب برضو اللي خلاني اعمل كده. وعملت لهم كمان شوية حاجات جامدة جامدة. كملوا بس معايا الفيديو للآخر. هنا بقى كنت عايزة اكتر اللحمة شوية، فحطيت خضار كتير. وكل ده كده كده بيدبل، اصلا الخضار بيدي طعم للاكل جميل. بصوا بقى ماله حلة معايا ازاي كده. نص الحلة كانت ما شاء الله مليان. هعمل برضو معاها جلاش. معايا لفتين جلاش كده. هعمل صينية جلاش برضو صغيرة كده جنبها، وصينية المكرونة بالبشاميل. بحب قوي الجلاش باللحمة، بعشقه بجد. هو والرقاق بحب قوي، يعني موضوع الصواني كده والنواشف كده، تحسيها خفيفة، ما فيهاش يعني ما فيهاش دهون كتير انها تتعب الصدر او الكلام ده. لا يعني حاجات خفيفة كده وتاكلي منها كمية، وفي نفس الوقت ما تتعبكيش كمان لو بتاكلي بالليل. يعني انا من نوعية الناس اللي بتحب تاكل قوي بالليل، مش بتغدى العصر كده زيكم. لا 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 خالص. انا غدايا بيكون بعد المغرب، بعد العشاء. عادي عادي. اللي انا بفطر متاخر فبتغدى متاخر. فممكن كمان اصلا كمان اتغدى في نص اليوم كده حاجه بسيطه، والغدا اصلا بتاعي يكون عشاء، يكون بالليل. فعشان كده بحب اعمل حاجات خفيفه، يعني ماليش في الطبيخ قوي بصراحه. حتى في العزومات بحب الاكل يكون خفيف يعني. ناكل براحتنا وكل حاجه، بس الاكل يكون خفيف. وهنا بقى قلت هلف كده الجلاش بسرعه. اهم حاجة بس تحطي سمنة وزيت ما بين كل جلاش، حتى لو هتعمليه صوابع يعني. هيخلي الجلاش معاكي مورق قوي. يعني انا ده حاطه نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. بقلبهم كده مع بعض وبشتغل بيهم، بصراحه بيورقوا جامد معايا. ما بيبقاش بقى معجن زي ما بنلفه كده على طول خالص. لا، بيبقى مورق وفي نفس الوقت طري، يعني انتوا عارفين. يعني هو من بره كده تحسيه مقرمش، لكن من جوه بيبقى طري. لكن لو عملتيه ناشف خالص وجيتي بقى سويتيه جامد في الفرن عشان خاطر تعمليه مورق، هيطلع معاكي ناشف قوي من بره ومن جوه. فكده بيبقى اسهل بكتير، وفي نفس الوقت بيظبطوا معاكي. هعمل الصينية دي بس، وصينية المكرونة بالبشاميل وكده زي الفل. وهعمل برضو معاكم حلويات هتشوفوها، واقول لكم على افتكاسة كده جبتها من على اليوتيوب، ويا ريتني ما جبتها يعني. المهم ان انا زيكم برضو بقعد اتفرج، لو حاجه عجبتني بعملها، ما عجبتنيش خلاص، فالله يسامحها اللي كانت ناشره الطريقه يعني. مع دون ذكر اسماء، فمش كل حاجه تجربوها. الحاجه اللي تجربوها مش عارفه اقول لكم ايه، شوفوا نتيجتها ولا ايه. بس بجد يعني انا كنت شايفاها كانت عاملاها حلوه، بس جربتها طلعت وحشه خالص يعني. الحمد لله. أه. اخلص بس الجلاش الاول واوريكم بعد كده هنعمل ايه. طبعا دي ما فيهاش افتكاسه بقى، ولا اقول لكم اعملوا كذا ولا اعملوا كذا. انتوا كده كده شايفين، وانتوا اشطر مني اصلا يعني. كلكم اشطر مني، انا اللي بتعلم لسه.
تعرفوا ان انا اصلا يعني دخلت المطبخ وانا بعد ما اتجوزت، لما فكرت اطبخ، عشان بس الناس اللي بتقعد تقول لي هو مين اللي علمك الاكل، هو انتي بتطبخي من بدري؟ وفي ناس تقولي ما تفتحي مطعم، انتي اكلك حلو. اه الحمد لله، يعني الواحد ربنا مديله نفس كويس في الاكل. بس انا عادي زي زيكم، يمكن انا كمان اقل كمان، واتعلمت بعد لما اتجوزت. ما كنتش بعرف اطبخ اصلا قبل ما اتجوز، او بمعنى اصح مش كنت بعرف اعمل كل الاكل، ومش كل الاكل بيطلع مظبوط معايا. بس بقى مع الوقت بقى والممارسة والكلام ده يعني هيسهل معاكي اوي. يعني طول ما انتي غاوية ونفسك تعملي حاجة حلوة ونفسك تطلعي احسن حاجة، كل حاجة هتلاقيها سبحان الله بتتظبط معاكي. بصوا هنا بقى الاطراف كده كانت زيادة معايا، هحطهم في الجنب. يعني هقطعه قبل ما ادخله الفرن، ودي اهم حاجة. جلاش او رقاق يتقطع قبل ما يدخل الفرن، سواء كان مسكر او حادق كمان. والزيادة بتاعتي كده هحط الصوابع دي في الجنب، وهقطع عليها، احنا اصلا بنحب صوابع صغيرة. بس في طريقتين بقى لتسوية الصواني، خصوصا الجلاش. احنا خلينا دلوقتي في الجلاش. الطريقة الاولانية ان انا بدخله يتشمع الاول شوية. يعني ايه؟ يعني اكون مسخنة الفرن واحطه فيها 10 دقايق كده بس ينشف شوية زي ما بنقول، وبعد كده اطلعه اسقيه. والطريقة التانية ان انا اسقيه وادخله عادي جاهز كده الفرن وهو يسوي نفسه بنفسه. انا ساعات بعمله كده وساعات بعمله كده، الطريقة اللي تريحك. بس الطريقة الافضل يعني اللي بتظبطه معاكي وتحسيه ان هو طري من جوه ونشف كده وحلو من بره مقرمش، انك تدخليه يتشمع الاول. هديله كده دهنة كده سمنة وزيت عشان خاطر كده تعمل فيه لمعة، هتلاقوا لمعة جامدة فيه. وهدخله يتشمع، وبعد كده هجيب كوباية لبن وعليها فلفل اسمر وبيض. وكمان حطيت عليها رشة كركم. تمام، بستغنى عن رشة الكركم دي لو انا حاطه بيض، لكن انا هنا النهارده ما حطيتش بيض، كان البيض بتهيالي خلصان، او باين كان عندي بيضتين وحطيتهم على المكرونه بالبشاميل بس. الناس بقى اللي بتقولك الزفاره ومش الزفاره، لا والله الاكل بيطلع مظبوط وزي الفل. طالما اللبن نضيف والبيض نضيف مش مركون بقاله فترة، ما بيعملش ريحة زفارة ولا طعم زفارة في الاكل. انا اصلا بحب قوي احط على وش الحاجة كده بيض ولبن. بس هنا الجلاش بتهيألي اللبن البيض كان خلصان من عندي، فعشان كده ما حطيت اللبن بس. والكركم طبعا لو البيض موجود، البيضة بتديلها حمار، لكن طبعا عشان ما فيش بيض فحطيت كركم. عايزة تحط الاتنين مع بعض برضو هتلاقي وشها تحفة. وادخلها الفرن تاني بقى تستوي، يعني كده اديت لها حوالي 10 دقايق كده ايه تتشمع. وبعد كده هعمل الشربات عشان الحلويات اللي هعملها، ويا ريتني ما عملتها. المهم حطيت المية وسكر. شايفين انا مش مستخسرة اهو، انا بحط وبعمل عشان تعرفوا ان انا ما بستخسرش حاجة. سكر كمان، وهحط مية كمان، وعسل نحل. هي اللي قالت اعمله بالعسل نحل، ممكن تعملي بعسل نحل او بعسل كلوكوز. حط معلقة بس. هو اصلا مقادير كوبايتين مية وعليهم كوبايتين سكر ومعلقة كبيرة عسل نحل، وطبعا رشة فانيليا وعصرة نص ليمونة. الليمونة بتعصريها عادي في النص، والفانيليا بتحطيها في الاخر خالص، قبل يعني ايه قبل ما تطفي عليها مع اخر غلوة، عشان الفانيليا ريحتها وطعمها ما يطروش منها. هنا الريم ده كنت بشيله كده عشان ما يعملش مرارة في الشربات بتاعي. هو الشربات كان حلو بصراحة، ان انا دقت الشربات طريقته كانت حلوة يعني. لكن انا اصلا ما بعملوش بعسل نحل خالص، بعمله بعسل جلوكوز. بس هي بقى قالت بعسل نحل فقلت ما اجربه، فكان حلو. وانا عصرت نص ليمونة اهو، خليه يتقل شوية. قلبي فيه، بس اهم حاجة بس تشيلي الريم الابيض اللي انا شيلته ده.
وبعد كده هجيب الكنافة بتاعتي. كنافة انا كنت حطاها في التلاجة ومعايا ده لون غذائي، هو اللون ده اصفر لكن هي كانت حاطة لون اورنج، فانا ما كانش موجود عندي غير الاصفر والازرق، فقلت هعمل بالاصفر قريب من الاورنج برضو، مش بعيد قوي. المهم هنا هي كانت قايله حطيها في التلاجة يعني تنشف شوية. دي كنافة بلدي، كنافة هو مش انا اللي عاملاها وانا شاريها كده، بس هي اسمها كنافة بلدي او كنافة يدوية، معمولة بالايد، مش بالمكنة اللي هي الرفيعة خالص اللي بيعملوها دي. فالمهم هضربها في الخلاط عشان تتفرم شوية. فالحمد لله ان انا يعني ايه عدت على خير يعني. المهم انها ما اتاكلتش بعد كل التعب والمجهود ده، ما اتاكلتش ان طعمها كان صعب. انا عملت زي ما بيعملوا والله زي ما بيعملوا. في افتكاسات كده الواحد ساعات بيحب يجربها، ساعات بتطلع حلوة وساعات بتطلع صعبة. فلما بتطلع حلوة بقول لكم انها حلوة ليه بقى، عشان تجربوا زي ما انا جربت. لكن لو مش حلوة بعملها معاكم برضو، بس بقول لكم ان دي مش حلوة عشان ما تشوفوها ما تغلطوش غلطتي يعني وتعملوها وتكلفوا على الفاضي، طعمها طبعا مش هيعجبكم، فحرام يعني، حرام لما الواحد يكلف حاجة في الوقت ده ونرميها. موضوع يعني بقى صعب قوي اليومين دول. يعني ما تحبوا تجربوا حاجة جربوا من حد انتوا واثقين فيه، مش اي وصفة على اليوتيوب تطلعوا تعملوها. ودي نصيحة انا بقولها لكم. ليه بقى؟ لان اللي عملت الطريقة دي طبعا دقتها وعارفة انها مش لطيفة او مش احسن حاجة، فكون انها تعمل فيديو علشان خاطر طبعا يجيب مشاهدات والدنيا معاها تتظبط، تطلع تقول لكم اعملوها دي جميلة دي حلوة دي تحفة وجربوها وطريقة جديدة وزي الفل. آه يعني الله يسامحك بجد، يعني مش هقول غير كده. طب فيها ايه ما تطلعي تعمليها كده زي ما انا عملتها وتقول يا جماعة ما تجربوهاش يعني انا عملتها اهو ونزلتها اهو عشان تشوفوها، علشان لما تشوفوها كده في فيديو تاني تقولوا لا مش هنجربها، اوعوا تجربوها. المهم ان انا عملتها بحذافيرها، يعني ايه ما اثرتش في حاجة خالص. في ناس بقى جودت عليها، يعني انا شفت ناس تانية مجودة على الطريقة دي، يعني عاملين حاجات زيادات الله اعلم بقى ظبطتها ولا لا، بس ما حاولتش بصراحة اغامر تاني يعني، ما حبيتش انا موضوع المغامرة تاني، وما اعرفش هي ظبطت معاها ازاي، وحتى لو ظبطت يعني طعمها مش احسن حاجة. فانا بقول لكم عشان ما تجربوش فلوسكم مش بعزقة. انا بقول لكم يعني انا صعبان عليا الفلوس، بس فلوسكم مش بعزقة حرام برضو يعني، انا جربت الحاجة والفلوس مش بعزقة. المهم هنا هحط عليها اللون كده واقلبها في بعض، واحط عليها السمنة والزيت اللي كانوا باقيين مني، وادي اللون. واللون الاصفر بصراحة كان حلو مش وحش، بس الاورنج بقى كده كان هيديها حمار تحفة. السكر دي نص كوباية سكر او نص كوباية سكر، واللون ونص كوباية سمنة على زيت، تمام. وهتتقلب كلها في بعض. المشكلة ايه بقى؟ المشكلة انها حطيتها في صينية كبيرة زي اللي انا هحطها فيها بالظبط، وقالت ايه بقى؟ قالت سويها في الفرن، والمفروض ان انت هتطلعها من الفرن هتحطي عليها قشطة او مهلبية او سكالانس ايا كانت، يعني المهم ان هي القشطة اللي هي اللبن بنشا يعني، وهتلفيها رول، متخيلين؟ المهم ان انا عملتها اهو ودخلتها في الفرن. انا ما قصرتش طبعا طبقة رقيقة عشان نعرف نلفها، وربنا يكفيكوا الشر، وطلعت لقيتها ناشفة حطبي مش عارفة هي عملتها ولفتها ازاي، اصلا ممكن تكون عشان كانت ناشفة منها فلفت معاها في ثانية. انا بصراحة اما طلعت وشفتها كده ما حبيتش اكمل في الموضوع استكفيت بكده، ما حبيتش اعك اكتر من كده يعني. المهم دخلت قلت هعمل كيكايه بقى خلاص، يعني الموضوع كده بقى اوفر قوي. فقلت مالها كيكه دي ذره، مالها اشتكت زي الفل اهي، كوبايتين سكر كده وعليها بيض وكيس فانيليا والبودر بتاعي ودقيق، دقيق عادي دقيق ابيض ودقيق ذره،
كوبايتين دقيق ابيض وعليهم كوباية دقيق ذرة، وكيس بودر، وكيس فانيليا، وكوباية سمنة على زيت، واربع بيضات، وزي الفل. مالها اشتكت؟ والله ما اشتكتش يا جماعة. بصوا بقى، لو تستخدموا كيك شيف ده، بصراحة البودر العادي بتاعنا احسن منه بكتير بكتير. انا جربت ده وجربت ده في اكلات كتير ووصفات كتير، بصراحة البودر العادي بتاعنا مفيش احسن منه. وكوباية زيت وسمنة، حطيت نص كوباية زيت وهحط نص كوباية سمنة لوحدها بعد كده. المهم ان هي الكوباية سمنة على زيت مع بعض، وكوباية لبن، وهسيبها تتضرب في العجين وهتطلع تحفة، وحياة ربنا طلعت تحفة. وسيبكوا بقى من الكنافة والعك ده. عشان كده بقولكم مش كل حاجة تشوفوها تجربوها، يعني ايه، خلي عندكم ثقة. انا لاخر درجة اصلا ما كنتش هعمل كيكة خالص، بس لما شفت الكنافة انصدمت. يعني قلت لا لا لا، خلاص مالها الكيكة هتنجدنا وهتبقى طالعة تحفة. وعندي دقيق ذرة اصلا على طول في التلاجة. انا بحطه في التلاجة طبعا عشان مش بعملها كل يوم، مرة مثلا كل اسبوع، فبجيب احطه عندي. بصراحة طعمها بيبقى تحفة. بحب قوي الكيكة بدقيق الذرة. هنا انا زودت شوية، حطيت كوباية ونص، وهكمل دقيق من الابيض العادي. ممكن تعكسي براحتك، يعني حابة دقيق الذرة يبقى اكتر من الدقيق العادي، اللي نفسك فيه اعملي. وهحط كوباية لبن. شفتوا بهدلت الدنيا، مش عارفة، لازم اعمل حاجة بهدل كل حاجة حوالين مني، مفهموش في ايه والله، كل حاجة بتتبهدل. هقلبها كده بالمضرب بس علشان خاطر لما احطها في العجان تلف الدقيق ما يبهدليش الدنيا، لان الدقيق ساعات كده بيتنطر ويبهدل لي الدنيا. وكمان بصراحة الحتة اللي فوق كده اللي هي البلاستيك اللي كانت بتحمي الموتور اتكسرت للأسف يعني. كنت شربتها كويس فراحت توقع، والعجان بتلف وقع جوه العجان اتفرتكت. فلسه عايزة اجيب لها قطع غيار. فبصراحة بخاف على جسم العجان او الموتور نفسه من الدقيق. الدقيق صعب لو دخل من جوه بيبهدل الدنيا. المهم حطيت كده، بصوا بصوا كمية الفقاقيع اللي فيها. حطيت زيت في الصينية كده، وهنزل عليها بعجينة كيكة. الفقاقيع دي بقى دي كلها من جوه كده هتبقى سبونج، معناها كده انها هتبقى تحفة من جوه. بس طبعا بعد ما احطها بدلها خبطتين كده تظبط شوية وتقلل الفقاقيع دي عشان كتير قوي. بس كده معناها انها اتملت هوا من جوه، فهتبقى طرية معايا قوي يعني. هنزل العجينة، وبعد كده هديلها خبطتين، ما ننساش الخبطتين دول، خبطتين كده على الرخامة بالصينية هتظبطها معاكي عشان تطلع وشها مظبوط. وهوريكم بقى الجلاش بتاعي بعد ما طلع، بصراحة كان تحفة. بصوا الجلاش محمر ازاي وزي الفل من بره، ومن جوه بيبقى طري جدا، ده بقى تحفة. والمكرونه بالبشاميل اللي ملحقتش برضو اصورها لكم، لان هما كانوا جم خلاص بقى وقاعدين بناكل، اللي لحقت اخد له كده مقاطع شويه صغيره عملتها، اللي ملحقتش بقى خلاص. وهنا كنت سبت الكيكه تستوي على ما ناكل، وقمت بقى اغرف. بصراحه كانت تحفه، يعني هي انقذتني في الموقف الصعب بتاع الكنافه ده. على طبق التقديم اهو الجميل. الشكل ده بيعمل اشكال حلوه قوي، الصواني المشكله دي. بصوا زي الفل وطريه وتحفه، شايفين الجمال؟ بصوا بقى الهوا، بصوا طريه ازاي من جوه. جربوا بقى طريقه الكيكه بتاع دي الذره دي جميله قوي. شفتوا الحاجه اللي انا بلاقيها حلوه بقول لكم جربوها، نجيب من الاخر يعني، ما نفتريش على الناس ونقول حاجه حلوه وجربوها وهي طلع وحشه. فلا، حاجات الحلوه نقول جربوها، واللي مش حلوه ما تجربوهاش.